حط شخص في بالك أيا كان برجه ويلا بينا كده نشوف مشاعره اتجاهك. مشاعر الشخص اللي انت حطيته في بالك اتجاهك ايه في الوقت الحالي؟ والله واضح ان الأغلبية هنا حطوا طاقتهم على شخص منفصلين وفي زعل ما بينك وما بين الشخص ده، والعلاقة بقالها فترة ما بتتكلموش، والشخص ده بقاله فترة كتيرة ساكت وما بياخدش أي خطوات اتجاهك. شايفة العلاقة يعني فيها حب كبير من الطرفين ومشاعر متبادلة، لكن فيها برضه عند من الطرفين. ممكن انت شخصيتك قوية ما بتحبش تستسلم وحبيبك برضه عنيد، فشايفة مشاعر الشخص ده هو متمسك بيك بس مش حابك انت اللي تقود وتسيطر في العلاقة. شايفاه بيحاول في الوقت الحالي ان هو يعني يستفزك او يحسسك ان هو مجرد معجب بيك وان هو مش بيحبك، في حين ان هو بيقعد يخطط ازاي يخليك تعجب بيه وازاي تفضل معاه وازاي يخليك تهتم بيه مرة تانية. فشايفة الشخص ده بيعمل خطط كتير عشان العلاقة ترجع، لكن مش راضي يعمل حاجة بشكل مباشر. هو شايف نفسه هو اللي صح، ومع ذلك هياخد خطوة اتجاهك يعني في شهر 3. شايفة الشخص ده يعني باله طويل وبارد جدا وصبر كتير، ولكن شايفة يعني الموضوع ده مش هيطول فترة طويلة أكتر من كده. يعني شايفاه هيجي في شهر 3 يلمحلك عن حبه أو إن هو لسه بيحبك. وشايفة يعني الشخص ده شايف إن وضعه المادي ازداد كتير وشغله اتحسن كتير من ساعة ما انت دخلت حياته. شايف إن انت وشك حلو عليه قوي، وشايف إن علاقته بيك يعني ممكن انتوا كنتوا مرتبطين بقالكم فترة طويلة أكتر من 2 ممكن. شايفاه الشخص ده يعني لما بيبقى معاك بيحس إن هو يعني بيتصرف على طبيعته، مش محتاج يجمل من نفسه، إن انت قابله زي ما هو، بيحس معاك بسعادة وتناغم، وبيحس العلاقة فيها صداقة وحب، وإن انت قابله بكل شخصيته، لأن هو واضح إن هو حد متقلب ومش متزن، وانت مع ذلك استحملت التغيرات بتاعته دي كتير قوي. فهو شايلك النقطة دي، إن انت يعني رغم تقلباته وأوقات يبقى موجود في العلاقة وأوقات تانية بيبقى منسحب، انت كنت بتستحمل ده. فالشخص ده شايف إن مفيش حد هيحبه قدك. عندي هنا برج الحوت والجدي، الثور والميزان والعذراء، الجدي السرطان، الجوزاء، الحوت الميزان القوس والدلو والأسد، والثور والعذراء برضو الحمل. اكتب في الكومنتات استقبل الطاقة.